هنبدأ بقى أكلتنا بالصلاة على الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم. عندي النهاردة بقى الصينية الجبارة، فيها فرخة مشوية بتتبيلة مظبوطة جدا، وكمان معاها بطاطس شرائح بالخلطة جميلة وخطيرة جدا، وكمان عندي أحلى رز بالمكسرات معايا روعة يا جماعة، وبطريقة سهلة ومميزة جدا ومختلف جدا عن أي رز تاكلوه عندكم. أول حاجة عندي فرخة بقطعها كده نصين زي ما حضراتكم شايفين، غسلاها ومنضفاها كويس جدا. بنزل عندي ببصلتين مبشورين، وكمان قرنين فلفل أخضر وعصير ليمونة. بنزل بقى عندي هنا بشويه من عصير الطماطم كده، واروح بقى مزوده بقى ايه علشان اعلي التست جدا، معلقه صغيره من الثوم وشويه كده من الزيت، وكمان بقى اي بهارات عندك معلقه صغيره. انا حطيت هنا فلفل اسمر وكمون، وادي معلقه صغيره من السماق، وكمان معلقه صغيره من الكركم على الكاري، ومعلقه صغيره من البابريكا، وشويه كده من الملح تظبطيه معاكي. اللهم بارك. وبقى بخلط بقى ايه كل التتبيله كده، بدخلها كويس جدا معايا في الفرخه. بتسيبي بقى ايه التتبيله دي معاكي اقل حاجه كده نص ساعه في التلاجة، لما تشرب كده وتشبع كلها كده من التتبيله معاكي. ما شاء الله، شايفين حضراتكم شكلها روعه جدا وطعمها مميز، ودي احلى تتبيله للمشاوي خاصه الفراخ معايا. ما شاء الله. هنا بقى بحط عندي الفرخه كده في صينيه فاضيه، وبروح حاطه مزوده كمان حبيتين بطاطس مقطعاهم شرائح. بحط بقى عندي على التتبيله كده كوبايه صغيره من عصير الطماطم مع كوبايه من اللبن الحليب صغيره، مع رشه بقى من الملح كده والفلفل الاسمر، واروح نازله بباقي التتبيله كده معايا على الفرخه مع البطاطس، مع رشه بقى من الزيت كده، واغطيها عندي بورق الفويل. اللهم بارك. وادخلها بقى ايه تستوي عندي في الفرن. ما شاء الله، اللهم بارك. شايفين حضراتكم تتبيلتها مختلفة جدا وسهلة وبسيطة، ما خدتش أي وقت خالص. الخطوة اللي بعد كده خطوة الرز يا جماعة. بجيب عندي معلقتين كبار من السكر، أشوحهم كده، أسيب السكر يسيح معايا يعمل كراميل، وبعد كده بروح نازلة عندي بالسوداني مع رشة بقى من القرفة معايا، بيبقى جميل جدا. هنا بقى الخطوة اللي بعد كده بجيب عندي الحلة، بنزل فيها بمعلقة كبيرة من السكر، أسيب السكر يتكرمل معايا كويس جدا يا جماعة على نار هادية. ما شاء الله. أنزل بقى بمعلقة صغيرة من القرفة ومعلقة صغيرة من الكركم، بروح بقى حاطة عندي السوداني اللي أنا شوحته قبل كده، وبعد كده أروح بقى إيه نازلة عندي بكيلو رز غسلاه ومصفياه كويس جدا يا جماعة. ده رز عادي جدا، أظبط له بقى الملح بتاعه. اللهم بارك. بيطلع بقى معاكي شوية رز كده حاجة فخمة جدا ما شاء الله. بروح بقى عاملة مظبطة عقد المية معايا المظبوط بتاعنا بتاع أي رز معانا. اللهم بارك. واغطي عليه بقى ايه يتشرب معايا كويس جدا. هنا بقى اتشرب معايا كويس، اهدي عليه النار تماما، اسيبه لمدة 5 دقايق هيستوي معاكي وبيبقى جميل جدا. ادي البطاطس استوت معايا والفرخة استوت، واحلى رز بقى تاكلوه. اتمنى حضراتكم تجربوه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.